أفادت إذاعة صوت الأمل في 26 من أغسطس بتقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي اللجنة الأمريكية للمراجعة الاقتصادية والأمنية الصينية أن إدارة عمل الجبهة المتحدة للحزب الشيوعي الصيني تعزز نفوذها في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستحواذ على الأبحاث في واشنطن، وإكراه الأمريكيين الصينيين، واستخدام منظمة الطلاب الدولية ومعهد كونفوشيوس للمشاركة في جمع المعلومات الاستخبارية التجسسية. ويتم تنفيذ هذا من قبل إدارة عمل الجبهة المتحدة، وهي منظمة تابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وقامت بتجنيد عشرات الآلاف من العملاء الذين حاولوا الترويج للسياسات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني من خلال عمليات مفتوحة وأخرى سرية. أزالت الحكومة الصينية أجزاء من مسجد في المنطقة الحضرية لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، وتم هدم الهلال المقام على المسجد فيما لم يتم هدم المسجد بالكامل. وتقوم الحكومة بوضع حراس على مدار الساعة، ولا يسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بدخول المسجد. كما قامت الحكومة بهدم مسجد كبير في مقاطعة ميناس محافظة شانغشي، وقد استغرقت مدة الهدم 14 يوما. وفي السنوات الأخيرة فرضت السلطات الصينية العديد من القيود على المسلمين في شينجيانغ، ونفذت السلطات الاضطهاد باسم محاربة التطرف الديني، وهدمت آلاف المساجد بالقوة على أساس جعل الإسلام الصيني متوافقا مع الواقع الاشتراكي، وقد تسبب بخسارة ملايين المسلمين لأماكن عبادتهم، وتم اعتقال الأبرياء ووضعهم في معسكرات إعادة التأهيل والتعليم الثقافي. احتج المسلمون الروهينجا على الإبادة الجماعية للجيش البرمي، ونظمت الاحتجاجات في الذكرى الأولى للتدخل العسكري ضد المسلمين. وحمل آلاف اللاجئين من الروهينجا المسلمين لافتات احتجاجية في بنغلاديش، أكبر مخيم للاجئين في العالم، وقد طالبوا بإقامة العدالة. اندلعت موجة جديدة من تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط إفريقيا. ووفقا لوزارة الصحة في الكونغو، فقد تسبب الفيروس بمقتل 44 شخصا. وقالت منظمة الصحة العالمية إن التمرد المسلح الذي اندلع في المنطقة أدى إلى عدم المقدرة على مراقبة الفيروس بشكل فعال. وذكرت شبكة أنباء الأمم المتحدة أن هذه الجولة من تفشي المرض اندلعت في مقاطعة كيفو الشمالية في الكونغو، ومنذ الأول من أغسطس وحتى 16 من نفس الشهر تم تأكيد إصابة 51 حالة، توفي منها 44 شخصا. وفقا لوسائل الإعلام المحلية الإيطالية، في 26 من أغسطس، بعد أن وافقت إيرلندا وألبانيا على قبول بعض اللاجئين في ديزوتي، سمح للاجئين المحاصرين في ميناء صقلية في وقت سابق بالنزول يوم الأحد. وألبانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وهي أول بلد يوفر ملاذا آمنا ل20 لاجئ.